بعض الناس بوجوب الغسل، اغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أيها الأحباب الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا اللقاء الفقهي وإلى هذا المجلس الذي يجمعنا بكم للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. وباسمكم جميعا نرحب بدكتور سعيد بويزري، أستاذ محاضر بكلية العلوم القانونية جامعة تيزي وزو. مرحبا فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا. ونرحب بكل المشاهدين الكرام الذين نتواصل معهم بعد بيان هذا الموضوع على أرقامنا الهاتفية والتي تظهر لكم 021 37 42 87 أو 021 37 45 64. قال صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابهم وسألوه فأعطاهم. عديدة ومتنوعة هي المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه فيها وألح على الله تعالى في دعائه وطلبه. ما هي هذه المواطن حتى يتعرف عليها الحاج ويكثر من الدعاء فيها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسأل الله عز وجل أن يوفق حجاجنا الميامين لأداء مناسك الحج ولأداء الزيارة على أكمل وجه، زيارة المسجد النبوي الشريف والوقوف على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم والصلاة بروضة الشريفة والصلاة بمسجد قباء وزيارة الأماكن المقدسة المختلفة. وأسأل الله عز وجل أن ييسر الحج لمن أراد أن يحج ولكن لم يتيسر هذه السنة، فنبدأ الدعاء من هذا الموضوع. نقول ادعوا الله عز وجل. تذكر يا أخي محمد صالح منذ حوالي 5 سنوات أحد الإخوان وهو رجل كبير في القرعة كما نقول ما صحتلوش يعني ولكن نصح أن يصوم عرفات هنا في الجزائر وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، فاستجاب الله عز وجل له الدعاء. في العام القادم مباشرة وفق إلى حج بيت الله الحرام. فلما حجوش هذه السنة واللي بغاو يروحوا أكيد نقلبهم شوية مجروحة وتألم، ولكن ربي سبحانه وعد وهو لا يخلف الميعاد، قال ادعوني أستجب لكم سبحانه وتعالى. لذلك رحلة الحج كما قلت يا أخي محمد صالح بارك الله فيك فيها سفر. والسفر من دواعي الاستجابة للدعاء، دعاء المسافر. وأكثر من ذلك أنه يقصد بيت الله الحرام، يقصد الحرمين الشريفين، يقصد هذين المسجدين الذين لا تشد الرحال إلا إليهما. فلا شك أنه وهو قريب إلى الله عز وجل، رقيق القلب، يدعو الله بإخلاص، وهو في غاية الحبور وفي غاية الفرح والسرور أن يسر الله عز وجل له أن يحج بيت الحرام. هي رحلة العمر. ممكن الإنسان يزور معظم دول العالم في أسفار كثيرة وعديدة، ولكن هذا السفر سيترك الأثر في قلبه ووجدانه وضميره. إذن ننصح نصيحة عامة حجاج الميامين بأن يلهجوا بذكر الله عز وجل وأن يكثروا الدعاء في هذه الرحلة الجليلة، في هذه الرحلة العظيمة، رحلة الحج. طيب، ولكن هناك مواضع كما قلتم في سؤالكم لابد للحج أن يستثمرها ويجتهد فيها بالذكر والدعاء. أذكر على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. نبدأ بالتلبية. يعني كي يدخل الميقات، طبعا المواقيت سوف يأتي بيانها في لقاءات قادمة إن شاء الله وقدر، ولكن نقولوا مثلا اللي رايح عن طريق الميقات نتاعنا، ميقات الجحفة هو ميقات أهل الشام، وميقات أهل المغرب اللي هو احنا، وميقات مصر، يعني 183 كيلومتر. طبعا بالنسبة اللي راح في الطيارة طبعا، وهذا الأمر ذكر وسيذكر لاحقا إن شاء الله تعالى. اللي ما قدرش يدير الإحرام من هناك
لا شك أنه يجوز شرعا الإحرام من أول يابسة، يعني من جدة بدون أدنى حرج، وإحرامه صحيح، ويعقد النية حتى في السماء يعني لا حرج، ولا في كيوصل إلى جدة. المهم بعد ما يدير النية نتاعو مثلا لبيك اللهم عمرة، يعني متمتعا بالحج، اللي راح عن طريق التمتع، وأنواع النسك أيضا سيأتي بيانها، اللي راح بالتمتع، بالإفراد ولا بالقران، وكلها مليحة. يعني بعض الناس تسأل شكون مليح، كلها مليحة مادام كلها مشروعة فكلها مليحة. وكل واحد إذا كان واحد راح بكري يروح عن طريق التمتع أفضل له، باش ما يبقاش يعني ربما يعيش ألوانا من الحرج بلباس الإحرام وكذا بالنسبة للرجال عموما، وكذلك النساء في بعض الأمور. قيل أن أفضلها الإفراد لكون فيه المشقة. نعم فيه المشقة. وقيل القران لكونه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه التمتع لكون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ذلك. وكله خير إن شاء الله. وكلها خير نعم. الأيسر للحاج والأنفع له. نعم. وكلما يعني الحجاج يعني كل واحد أخذ نسك من نسك، طريقة من طرق، كلما يكون يعني هناك يعني خير أكثر إن شاء الله تعالى، وكلها مشروعة وكلها طيبة وكلها جميلة إن شاء الله تعالى وفيها خير. طيب بعد ما الإنسان يعقد النية يجيب الركن الأول اللي هو الإحرام، لا شك أنه يبدأ بالتلبية بالنداء الخالد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولكن بين تلبية وتلبية يلبي قليلا ثم يذكر الله عز وجل، يسبح ويستغفر. ربنا أمر في آية القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسمي الذكر أيسر العبادات. ثم يدعو الله عز وجل، يكثر من الدعاء وهو في سفر الآن. ثم جاب الركن الأول اللي هو الإحرام. لا شك أن الدعاء مستجاب لهذا الإنسان اللي قاصد بيت الله الحرام وهو قريب إلى الله عز وجل، إيمانه قوي ورقيق القلب والمشاعر رقيقة ما شاء الله. لأنه هذه المواطن الشريفة وهذه الأوقات الشريفة يجب أن تستثمر في موضوع التلبية دكتور سعيد. حتى يعني ننبه الغافل والجاهل، موطن يجب التركيز عليه في التلبية هي قبل أن يتحلل، يعني قبل أن يكمل النسك، فقد لا يعود إليها أبدا، قد تكون ربما آخر تلبية يلبيها. فأرشد العلماء أنه يكثر منها قبل أن يتحلل من الحج مما كان محظورا عليه. يعني رأيكم وتوجيهكم فيها. بارك الله فيك. يعني هذا توجيه جميل. توجيه يعني في الحقيقة غال جدا، لأنه قد لا يلبي يعني بعدها أبدا. لذلك لابد أن يستمر. ولذلك فالتلبية تستمر إلى غاية ما يكمل، يعني إلى غاية ما يتحلل. لذلك يجتهد. أكيد ربما بعض الناس يكونوا يعني يغفلوا شوية، يناموا كثير، ولا ربما يكثرون من الحديث ومن الجدل، وربما ما كانش رحلة يكثر فيها الجدل مثل موضوع الحج. يعني رحلة الحج يعني يكثر هكذا، يجوز لا يجوز، الناس كلها تتكلم وتفتي وكذا. هذاك التشويش. والحمد لله أن حجاجنا الميامين عندهم مؤطرين في البعثة الجزائرية، وعندهم لقيد هذوك الدليل نتاع الحاج، يلتزمون بذلك، وفي ذلك خير كثير جدا. أما الغفلة عن الذكر وعن التلبية هذا أمر منافي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعه ندم. لذلك الإكثار من التلبية والإكثار من الدعاء في هذه المواطن. ثم أن من المواطن أيضا عند الطواف. الطواف طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا دعاء واحد، يعني ورد يعني اللي هو بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود. طواف واحد، طواف حول الكعبة. نعم، طواف حول الكعبة فقط. طواف آخر لا يوجد طواف آخر. أيضا على الحاج الذي يعني بأي نسك من النسك، طبعا حينما يوصل إلى الطواف سواء طواف القدوم أو طواف الإفاضة اللي هو طواف الحج وهو طواف الركن، يعني كل طواف يؤديه الحاج لا بد أن يستثمر هذا الطواف، هذه العبادة الجليلة، في ذكر الله عز وجل وفي تلاوة القرآن وفي الدعاء، خاصة حينما يصل إلى باب الملتزم. وهذا موطن من المواطن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يجاب في هذا الموطن. يعني لأمرين: أولا طواف، وجرب من كثير من الناس عبر العصور، من الصالحين والعارفين ومن أهل العلم، جرب كثيرا. هناك اللي عنده قضايا واللي عنده مشكلات واللي عنده مشكلات مختلفة نتاع الدنيا،
يلتمس ذلك الموطن ويستثمر ذلك الوقت أمام باب الملتزم وهو طواف يطوف يدعو الله عز وجل، والله عز وجل وعد بالإجابة ادعوني أستجب لكم. وكذلك عند السعي بين الصفا والمروة أيضا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبعدين يبدأ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستقبل القبلة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إلى آخره. ثم يكثر من الذكر والدعاء، وهو يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط. وكذلك وهو يتناول يعني بعد ركعتي الطواف، بعد ركعتين يعني يدير الطواف ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. وفي أي موضع طبعا في وقت الحج يا أخي محمد صالح الزحام كثير جدا، في أي موضع إذا استطعت وتيسر لك الأمر أن تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم فذلك أفضل. ولعله يشتد هذا العام أكثر يعني. يشتد أكثر مع الأشغال اللي موجودة في الحرم، في المسجد الحرام في الحرم المكي. لذلك ابتعد إلى أي مكان آخر، صلي ركعتين. بعد صلاة الركعتين أيضا يستحب الدعاء بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام. وكذلك عند شرب ماء زمزم، ومن السنة أيضا شرب ماء زمزم بعد يعني قضاء الركعتين، بعد قضاء الركعات، بعد صلاة الركعتين، بعد صلاة الركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. هذا أيضا وقت شريف وموضع شريف الإنسان ما يلزمش يضيعه. قلنا أيضا بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة. ثم أيضا موضع آخر وهو مهم جدا في عرفات، والحج عرفة كما ورد في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. أشد المواطن ترغيبا، أشد المواطن ترغيبا. لذلك الإنسان ما يلزمش يهمل. دنو الله من خلقه في ذلك اليوم العظيم. في ذلك اليوم العظيم إن شاء الله يكون من العتقاء من النار، يكون قدر رب سبحانه عز وجل. وقت شريف جدا. نصيحتي لجميع الحجاج رجال ونساء صغارا وكبارا ما يضيعوش وقتهم، هذاك الوقت الغالي العزيز، يعني وقت يوم عرفة. الكثير يضيع، يعني الكثير يضيع، ربما يتعب. وكان يروح المنن بالمناسبة لتحصيل السنة. ويعني كلام كثير يقول لك علاش ما داوناش مش عارف كلام يقال يعني للأسف الشديد. وكان اللي راح المنى، وأذكر يعني مؤخرا ذكرت مع واحد من الزملاء وبقوا فين ما قدروش يلحقوا العرفات، يعني راح لهم الحج. يعني صارت واحد يبكي يتألم بقلب مجروح، يعني راح يعني هذا ركن لا يعوض، يعني لا يعوض الحج عرفة. لذلك الإنسان يكون حريصا باش يتواجد في عرفة، وعرفة كله موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الدعاء ويكثر من الذكر، من ذكر الله عز وجل. وهذا كله وصوه كامل أكيد وصوه. ما يلزمش واحد يسمح لي ما ينساش يجيب الحني، وهذا يجيب الحنة ولا يجيب هذا القاميص، يجيب كذا يجيب كذا. هذه ما ينساهمش وينسى الدعاء. الناس يحتاجون إلى فيها الدعاء. يعني هذيك الوصايا اللي ديتها من بلادك يعني نفذها يومها إن شاء الله ربي يستجيب. ربي وعد والله لا يخلف الميعاد. هذا إذن وقت شريف. ثم بعد عرفة يعني نزول الحجاج إلى نزول شريف آخر. أيضا إلى المزدلفة، المشعر الحرام. بعد صلاة الله عند المشعر الحرام. الآية صريحة واضحة. أيضا يستحب الدعاء في هذا الموطن، الدعاء عند المشعر الحرام. وكذلك الإنسان يستمر بالتلبية أيضا، لا ينقطع عنه، لأنه حتى اللي يدخل بالتمتع يوم التروية يوم الثامن يحرم من موضعه إحراما جديدا. ويشرع في التلبية ويستمر فيها إلى غاية رمي جمرة العقبة الكبرى. يعني كل هذه المدة يكثر الدعاء في المشعر الحرام وذكرناه، وهكذا. وكذلك حتى عند رمي الجمار، يعني رمي الجمرة الوسطى والصغرى والوسطى، يستحب الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى، ويستحب الدعاء يعني الإنسان كي يدير الحاج كي يرمي 7 حصيات في الجمرة الصغرى ثم الوسطى، بعدهما مباشرة، أما الكبرى فلا، بعدهما مباشرة يستقبل القبلة. هذا موطن أيضا شريف،
ويرفع اليدين، يرفع اليدين للدعاء فيطلب من الله عز وجل ما يشاء. مواطن كثيرة في الحقيقة يا سعد، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا البشرى العظيمة: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومين يعطي الله الحجاج ما تمنوا. الله يبارك. يعني لو كان نكملوا الشيخ محمد بالك يروح كامل الوقت في نعم في هذه العرصات الشريفة والوقفات المنيفة. نسأل الله تعالى أن لا يحرم من سيقدمون على حجه والقاصدين بيته هذه المواطن وهذا الاستعداد الروحي الشريف المنيف. شكرا دكتور سعيد، بارك الله فيك على ما تفضلت وتقدمت به للإخوة والأخوات. وعلى بركة الله نبدأ في استقبال مكالماتكم على أرقامنا الهاتفية 021 37 42 87 021 37 45 64. قبل أن نبدأ شيخ سعيد، معنا وصل إلينا سؤال أختنا سعيدة من تيزي وزو تتكلم عن عضل الولي. نعم. الحقيقة يا أخي محمد صالح، هذا الموضوع عضل الولي، وعدت شخصيا حوالي 4 يعني فتيات نعم. عندهم نفس المشكلة، وعدتهن بالإجابة اليوم يا أخي. وقد ورد إليك السؤال يا شيخ محمد صالح. عضل الولي من التفاصيل التي وردت في هذه القضايا أو هذه الأسئلة أن الخاطب الكفء تقدم لخطبة هذه الفتاة سعيدة، ولكن له كل الشروط، عنده كفاءة كما نص عليها الشرع ربي سبحانه عز وجل، وهي راضية به. هناك مكالمة؟ نعم، نستقبل بعضها وإن شاء الله نستأنف الإجابة إن شاء الله. أم هاجر من تلمسان. نعم أم هاجر. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيفكم أولادي؟ الحمد لله. الشيخ سعيد، أنا سيدة أم هاجر. مرحبا بكم هاجر، أهلا وسهلا. يسلمك. عندي واحد الأسئلة. تفضلي يا أم هاجر، تفضلي. عندي نسقسيكم على صلاة الفجر باش نصليها ولا سرية؟ الصورات اللي نصلي بيهم. عندي سؤال واحد آخر على سورة الكهف اللي نقراها كل جمعة، واش نقراها كامل 110 آيات ولا نقرا غير بشوية كل جمعة نقراها ناصر؟ نعم. عندي سؤال واحد آخر، كي نقرا المصحف عندي شوفة قليلة النسوي زي كيما نقولوا بصبعي، خاطر كي دايره النوادر بصح يتخلطوا لي. نعم. نسوي زي بالصبع تاعي باش ما نكلفش، خطرات نسوي زي باليسار ونقبض باليمين على المصحف، خطرات العكس نسوي زي باليمين ونقبض المصحف باليد اليسرى. نعم. عندي سؤال واحد آخر على الورد، هذا كلفوني به. إنسان عنده زوجة ما عندهاش الأولاد، تعلمنا منكم نقولوا الأولاد كيكونوا بنات ولاد، ما عندهاش الأولاد، عنده زوجة وعنده خو حي وزوج خواتات حيين، وخو متوفي وخلى الدراري، وزوج خواتات متوفيين وخلاو الدراري. شكون اللي يورث وشكون اللي ما يورثش؟ وبالنسبه للمراه اللي تتوفى وعندها غير بنات زوج وعندها خوتها وخواتاتها، الزوج ما عندهاش، عندها زوج بنات. فهموني عليهم. أعيدي السؤال الأخير. سؤالك الأخير. الله فيكم. السؤال الأخير استوعبت؟ أم هاجر. لحظة يا أم هاجر. أم هاجر اسمعيني، الرجاء من اسمعيني، سؤالك الأخير أعيديه. نعم. عاودي لنا السؤال الأخير. مرة ما تتخلت زوج. نعم غادي أنزل. أعيدي السؤال الأخير، عاودي لنا السؤال الأخير. الله يحفظك. الأخير تاع الورث. إيه بالتأني بشوية برك. الزوج عنده مرأة خلى مرأة. لا خو حي. لا المرأة اللي تركت زوج بنات. وعنده خو متوفي وخلى أولاده، وعنده زوج خواتات متوفيين وخلاو أولادهم. شكون اللي يورث وشكون اللي لا يورث؟ نعم. هو ما عندهش الأولاد، لا أولاد لا بنات. وكاين امرأة ثانية كلفتني عندها زوج بنات. نعم. وخوتها وخواتاتها، ما عندها لا زوج لا والدين لا والد. شحال خواتاتها خاوتها للرجال؟ 4
ثلاثة خواتات وربعة خوت. نعم. أخوات 4 رجال. نعم. هذه المرأة. نعم. والراجل عنده خو واحد وخو متوفي وخلى أولاده. وزوج خواتات. أم هاجر سمعينا من الهاتف الله يحفظك. وزوج خواتات توفاو. نعم. وزوج خواتات باقيين حيين. نعم لا بأس إن شاء الله، الأسئلة واضحة إن شاء الله. لا أنا كنت محطة التالي هذا قلت لي عاوديه. نعم أنا ندير بارك الله فيك. كاع واضح إن شاء الله، واضح. صحيح كل شيء مفهوم. مفهوم تماما إن شاء الله. نعم مفهوم. نعم مفهوم. نعم صحيتوا وجاوبوني الله يخليكم إن شاء الله بإذن الله. وسلموا كاع على الشيوخ يبلغوك السلام إن شاء الله. في أمان الله وحفظه. بارك الله فيك. من شلف معنا أم محمد. نعم. الو. نعم. الو. نعم يا أم محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. خويا عندي سؤال. تفضلي يا أم محمد. شوف خويا أنا عندي وسوسة. عندك الوسوسة. نعم. إيه عندي وسوسة. شوف أنا عندي تجيني أفكار تاع معاصي وخاطر تأثر عليا في الصيام. سمعني؟ نعم. الو. واصلي يا أم محمد واصلي. تجيني وسوسة قلت لك وتجيني في أفكار تاع معاصي. نعم. وشوف تجيني خاطر في الصلاة. في الصلاة تجيني خاطر في قاعدة كيما كنت تجي وحدها تجيني تاع محصية أفكار يعني خابثة. نعم. هي كيما تشوف قدر القرآن أذكرت سمدت كلش ومع ذلك ما عرفتش مني هذه الوسوسة ما عرفتش كيف نديرها. نعم. الو. واضح يا أم محمد. ومع ذلك شوفوا المشكلة اللي ضربتني بزاف تجيني حتى عطاتني حتى في الصيام كي نصوم تجيني أذكرت على الوسوسة تاع المعاصي نحس بلي أنا مش عارفة كيف تجيني حتى بالشوبة يعني كيما هكايا ما قدرتش كيف ندير مش عارفة صوامي صحيح ولا ما صحيح. ودوك المشكلة قلت له شوف كي راني باغي نصوم من هكا نقولوا ديني ولا أنا خايفة كي نصوم خاطر لا عاود تجيني هذه الوسوسة في الصيام ومش عارف لا صيامي لا صحيح ولا مو صحيح. ربي يرفع الضر ان شاء الله يا ام محمد. ما عرفتي قلت له شوف حاجه الشيخ ما عرفتي كي نقول لك ما عرفتش كيف نقول لك نصك هذا كدايره. نعم معروف يا ام محمد دون تفصيل. اذا سواء ما يصح ولا ما صحيح. واضح. انا وليت نخاف كي يجيني رمضان وليت نخاف نصوم نخاف والله لا. واضح يا ام محمد واضح. لا ما عنديش ما خاطرش يجوني مش عارفه كيفاش الشيخ. ربي يرفع الضر ان شاء الله. بارك الله فيك. الشيخ. نعم. وعندي سؤال ثاني. باختصار يا ام محمد. شوف السؤال الثاني انا كي نبغي نصلي. نعم. دونك انا عندي شنابر كاع التوعي فيهم كاع التصاوير فيهم يعني تصاوير تاع يعني حيوانات تاع غزال يعني تاع طيور. وما عادش وين رحت نصلي فيهم شنابر التوعي فيهم تصاوير والزوج تاعي قلت له نحي التصاوير ما حبش ينحيهم. دونك انا صلاتي مش عارفه صحيحه ولا مش صحيحه. نعم واضحه ان شاء الله. واضحه اختنا ام محمد بارك الله فيك. عندك اسئله اخرى؟ صحيح بارك الله فيكم. مع السلامة أختي الكريمة بارك الله فيك ونسأل الله تعالى أن يرفع الضر الذي بك إن شاء الله. من بشار معنا فاطمة. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا عندي سؤال راني متحيرة فيه بغيت عندي الزوج تاعي طلقني المرة الأولى طلقة واحدة. نعم. دار الثانوية وقلت له طلقني قال لي روحي تمشي قلت له طلقني. والمرة الثانية عاود ثاني لقيت كان في حالة سكر وماشي داك السكر اللي فاقد الوعي. نعم. عارف واش يقول. نعم. هي قلت لها وين راك طلقني قلت لها انايا ما نقعدش معك في هذه الحالة. هي قال لي قلت لها كان جا عندك النفقة راك طلقتني بهذا المصطلح. هي قال لي راكي مطلقه قال لي من ما عنديش نفس راكي مطلقه. والخطره الثالثه ثاني صرا بيناتنا صراع كيما هكا وبس دائما انا اللي نطلب الطلاق. هو عمره لا زعما هكا قال لي انا عمري لا جيت هكا وقلت لك نطلقك ولا كي مطلقه. دائما انا هي مانيش عارفه خويا راني متحيره. هي طلقني طلقه ثالثه مانيش عارفه اسكو دركا راني حارمه عليه نيشان مانيش عارفه. الله يخليك راني في حيره في هذا الامر وكل واحد واش راه يقول لي كل خطره نسقسيك وكل واحد واش يقول لي. خويا الله يخليك اعطوني الاجابه نيشان باش ما نمشي لا هاك لا هاك. انت لما طلبتي الطلاق على بالك شنو هو الطلاق؟ يعني تعرفي ما هو الطلاق؟ نعم.
اسمعينا من الهاتف يا فاطمة الله يحفظك. لا بدات الانفصال مش خاطرش مبغاش يسقم روحه بصح. انت ما زلتي معاه الان؟ ما زلتي قلت لك ما بغاش الباب الاولى ما كانش مسقم معايا بصح دوكا زعما مين حتى تعيط طفات عاد ما زلتي معاه راه يقول لي انا ما كانش نيتي اطلاق كانت نيتي كيما هكا كاع ما نقولهاش قلت لك فاطمه اسمعينا يا فاطمه اسمعينا الله يحفظك نسالوك وجاوبي. انت ما زلتي معاه في السكن الزوجي؟ ما زلتي معاه ساكنه في المسكن الزوجي؟ لا ما رانيش معاه. نعم. تسأل عن الطلقة الثالثة؟ لا أنا كل واحدة في بلاصة. أنا قلت لها روح زعما حتى نسقسي ونتأكد. فاطمة في الطلقة الأولى والثانية رجعتوا لبعضكم ولا لا؟ يعني هل عودتوا رجعتوا ولا لا؟ في الطلقة الأولى؟ في الطلقة الأولى؟ نعم. رجعنا. شحال قعدتوا بها رجعتوا؟ في الطلقة الأولى رجعنا والزوجة الثانية رجعنا. شحال كان المدة؟ هكا ما طعموا. والثانية؟ والطلقة الثانية الله يحفظك. بين الطلقة والطلقة ولا ما نقول لك زعما هكا 3 موا زعما 3 موا زعما متباعدين الطلقات. ممكن تخليه الهاتف. نعم. إذا كان ممكن يا فاطمة تتركي رقم الهاتف للشيخ يتواصل معك. لا ما تتركيش على المباشر، بقاي على الخط الداخلي. أي صح الله يخليك. بارك الله فيك. تعيطوا لي إن شاء الله تعالى. إلى تزوجوا معنا فاطمة. نعم فاطمة تفضلي. ورجاء من كل المشاهدين الكرام من يسمعونا عبر الهاتف من وينقصوا الجهاز المذياع. فاطمة تفضلي. نعم. ألو فاطمة. نعم يا فاطمة تفضلي. ألو. نعم. سحقنا مع الشيخ ويجري بس ما هداش العربية أنا نهضر بالقبالية. ما فيش مشكل إن شاء الله تفضلي. أنا عمل أخت فاطمة تفضلي. أول غورم أمسلة. يتسلم مسا الخير في الله ونمسو ويجري. مسا الخير لا سلامة مرحبا. الله يسلمك مسا الخير في الله ونمسو الخير يكون قريب يسلم أنا ما نبعد ما عندنا عاونا ماذا قرابنا. غير كي تفقتي. أيوة. في الله يوسف دا كلتيو. ساعة 35 دولار من بعد. فين لقاوش تمطوط. أنا مزوج تمطوط وحدة. سلات مطوطي نظام تجد يوان. ومن بعد النفاية تجد يوان. في النفاية تجد 5 4 حبايين كل وقشيش. ومن بعد أنا مزوجة في ماس وحدة. ويسينا ميان في ماس وحدة. ويسينا تمطوطني في 3 يموت الناس. يون قراوي في الدار ويساراويس ولا كل يموت انه يجوج في الداريه نبي واقي كلا ثلاثي مثلا وكان يقدر مستعنا كل يوم في مس وحده اما كيقدرني ومن بعد ثلاثي حبايب اللي اكل يمثلنا مشطوح اكل يمثل لها القران بس ويصير يموت ويثلاثه يموت لما نزوني يقول القرآن أكل ولكني أكل والسنة كان يقيم لي مثل الخير جيرنا وين يموت. يقيم لي مثل أنا مشطوح لي مثل ولا تنيا يجيو في مثل. أسكسان باقي يتمرزوا فريقنا ورسالنا غنشوف فرقان ساعات خاصنا تشاركي ولو فريقنا لا. ملي فرنسا يساعد يغرى يساعد كلش. لا الصغيرة عمال يمثل كان في المسألة ورثنا سأل حكومة لا ما بورثن. فاطمة ولتما ماذا بك تجد التليفون خاطر لن تتصل تفاصيل باش نبدا نفك يعني الجواب بعد ميث كفاه ذويلت هذا مد السيولة يدفك التفاصيل مدفك الجواب يعني مفصل. فهذا دفك الجواب بشكل عام ولكن نفضل إلى قد جد تليفوني إن شاء الله كثورة. مرحبا لا سلامة مرحبا لا سلامة. عندك فاغنا نقدر نروح غورك ما كيفاش تشطنا ويا. على خاطر ضروري انا كيفاش نستولى كاع بوسيبيليتي تاع ولا شو غير يعطيكم الصحة زعما تجي تليفوني باش نبدا السيولة غنمس فهم في الموعد ان شاء الله كسا غبلي ولي.
داكور. جيد كنتورة صحيح. تترك الهاتف يا أخي. إن شاء الله. بارك الله فيها وفي كل المتصلين. سعيدة من تزوج دكتور، ومسألة عضل الولي وليته عن الزواج. نعم أخي محمد صالح، هذه مسألة قلت نعم. يعني عمت بها البلوى يعني لحد كبير، يعني على الأقل في بعض المناطق، باش ما نقولش عموما لا، ولكن موجودة يعني خاصة في كل صيف وين تكون الأعراس إلى آخره. القصة كلها أنه هذه الأخت وهي تسأل، هي تقدم إليها شاب كفء وفق المقاييس الشرعية كما راهي موجودة والمواصفات الشرعية، وهي راضية به، ولكن الوالد لأسباب قديمة، يعني كان مشاكل بين الأجداد تعود إلى أكثر من 40 سنة، مشاكل على التراب على كذا، فأحياها من جديد. لذلك هو اعترض على هذا الزواج وكان مانعا تماما. للأسف الشديد هذا يعتبر عضل، وكلمة عضل هذه في اللغة العربية وفي اللغة الفقهية معنى منع، والعضل ظلم. كي يجي الولي شاب يقول له اعطي لي بنتك، وبنته راضية متوافقين وعندهم كل الشروط إلى آخره، وهو يعني يستخدم السلطة نتاعو بغير مسوغ شرعي بغير مبرر شرعي، يعتبر عاضلا، والعاضل ظالم. لذلك فقهاؤنا تحدثوا عن تقديم الولي الأبعد على الولي الأقرب في حالات، يعني إذا تقدم خاطب كفء ولكن الولي الأقرب لو انتظرناه لذهب هذا الخاطب، يجوز الانتقال من هذا الولي الأقرب الولي الأبعد. مثلا ما كانش الأب يمدها العم، يمدها الأخ، يمدها قبل ذلك الجد، رغم أن الوالد الأب حي، ولكن باش ما يروحش هذا الخاطب الكفء، والشريعة حريصة على إقامة البيوت وعلى تيسير أمر الزواج. نعم. طيب، وكاين حالة ثانية، حالة العضل. هنا الولاية لا تنتقل من ولي الأقرب إلى الولي الأبعد، ولكن تنتقل إلى القاضي. لماذا؟ وهو صاحب الولاية العامة، لأن القاضي هو الذي يملك ولاية رفع الظلم، فهذا ظلم. لذلك واش نقول يعني أنا لا أشجع البنات نقول لهم روحوا للمحاكم ولا ما تشرعوا والدكم، لا، ولكن نوجه خطاب نقول للأولياء اتقوا الله عز وجل. كي تقدم شاب لبنتك وعنده الشروط اللي لازمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض وفي وفساد كبير. والبنت نتاعك عندها رضا، والشريعة أيضا تتحدث عما يسمى بالرضا المعتبر، هي راضية رضاها معتبر بلا إكراه باغية به، فبالتالي لازم يتيسر هذا الزواج. الوالدين يكون ما يحيوش المشاكل القديمة والأزمات القديمة ويتحملوها الشباب نتاع درك وما عندهم حتى ذنب. وربي قال أحيانا دكتور سعيد تكون نظرة الأولياء إذا كلمناهم تكون يعني معتبرة، يعني لها أيضا ما يبررها، فإذا كانت يعني ولكن هم لا يستطيعون الإفصاح عنها أو التكلم بها. معلش بارك الله فيك. كون العائلة لا تناسبهم لا تلائمهم. حبيت نذكر الآية اللي قال ربي سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. معناتها إذا كان فيه مشاكل بين الأجداد الجن تاع درك ما عنده حتى ذنب، لا يجوز تعطيل هذا الزواج لهذه الأسباب. ولكن الولي إذا كان، لأن الولي أصلا جاء لحماية المولى عليها، هو اللي يرعى مصلحتها، هو اللي يسأل، ممكن يجي شاب وما يعطيش المعلومات الصحيحة والمعطيات الدقيقة، فبيت يقول أنا ولي حرص على رعاية مصلحة ابنتي والمولى عليها. طيب، ولكن إذا ظهر له أن هناك أسباب موضوعية واقعية، ونقول موضوعية علاه باش الإنسان ما يسمعش من وذنه. أحيانا بعض الناس يعطوا الزواج يقولوا لك قصد الأسرة الفلانية، ما كان له غير ما تروحش هذيك الطفلة فيها وفيها وفيها. ما زال بعض الناس اللي عندهم رقة في الدين، يعني ما يخافوش ربي، يعطلوا الزواج لهذه الأسباب. لذلك الولي إذا تبين وثبت له على وجه القطع واليقين أن هناك مبررات شرعية موضوعية، عليه أن يقف بالمرصاد أمام هذا الزواج رعاية لمصلحة المولى عليها، هو أدرى بمصلحتها وإلى آخره. هذا واش حبيت نقول كتوجيه عام، وأعطيت بعض المسائل الفقهية والوقت لا يسمح لنفصل باش نفصل في الموضوع. إلى أم هاجر من تلمسان، وسؤال الأول عن صلاة الفجر سرا أو جهرا.
صلاة الفجر يا الأخت السيدة الفاضلة السيدة أم هاجر، يعني أكيد أنت راكي قاصدة الرغيبة. إذا كان قصد الرغيبة نعم رغيبة الفجر، كي الرجال كي النساء كامل يصليوها سرا رغيبة الفجر اللي هي اسمها الفجر، ركعتي الفجر. ولكن كلمة كي تقول لصلاة الفجر مع المقصود بها صلاة الفريضة، يعني الفريضة. فبالنسبة للنساء تصلى سرا نعم. ونسبة الرجال يصليوها جهرا، ولكن يجوز المرأة أن تجهر بما تسمع به نفسها أو من يكون بجوارها. نعم. السؤال الثاني عن قراءة سورة الكهف كاملة أو بعضها، هل نقرأها كاملة يوم الجمعة أو نجزئها أجزاء، كل جمعة نقرأ جزء؟ نعم. أخت أم هاجر وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روايات مختلفة، كي نجمعوها نلقاو أول أنا أعطيك الأحكام. الحكم الأول تقرأ كاملة، ما كان ولا حديث يقول مجزاة، لأن يعني في حدود حوالي ربع ساعة 20 دقيقة تكملي سورة الكهف اللي عندها 110 آيات كما ذكرت. وآخر آية ذكرها ربي في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. هذه في رواية حفص عندها 110 آيات، هذه رقم 110. نعم. طيب إذن هذا الحكم الأول تقرأ كاملة. أم هاجر تقرأ سورة الكهف كاملة، ماشي الجمعة هذه تقرأ شوية والجمعة الأخرى تقرأ شوية، إلا إذا كان تعذر. وكذا كان تعذر يعني ربما قريتي وبعدين جاوك ضياف ولا مش عارفين انشغلتي، يعني انشغلتي بشغل، يعني شغلك خلاص. الشيء اللي قريتيه إن شاء الله، قريتي 10 آيات، قريتي 50 60 فيها بركة إن شاء الله تعالى. والأسبوع القادم تقرأها من جديد، تقرأها من جديد، ذلك أفضل تبدأها من البداية إلى النهاية. الحكم الثاني أنه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل قراءة سورة الكهف يوم نعم. الجمعة. النور يخرج من القارئ أو القارئة لهذه السورة ويطلع إلى السماء. أضاء له ما بين السماء والأرض. نعم. ضوء ما بين السماء والأرض، هذا فضل كبير. هذا رواية إلى الجمعة الأخرى، إلى الجمعة في رواية أخرى، هذا نعم. حكم آخر. يعني الخير نتاعها إن شاء الله يمتد إلى الجمعة الأخرى، يعني خلال الأسبوع كامل. نعم. بالنسبة للوقت هناك بعض الروايات تقول ليلة الجمعة، ليلة الجمعة أو يوم الجمعة في أي وقت، أكتفي بهذا. وهذا إلى الغروب، يعني إلى غاية غروب الغروب. الشمس. نعم. إلى غاية غروب الشمس، اللي ما قدرش يصبح مثلا نعم. تقرأيها قبيل الجمعة ولا بعد صلاة الجمعة وبعد صلاة العصر إلى غاية غروب يوم يعني الشمس يوم الجمعة. نعم. سألتنا عن المسألة في الميراث، إنسان له زوجة، قبل ذلك المصحف تقرأ المصحف. نعم. عند قراءتها من المصحف الشريف تختلط عليها القراءة، تقول بسبب ضعف البصر، يعني تقدم وتؤخر في الآيات. نعم. أولا الأخت أم هاجر أنصحك باش تجيب المصحف اللي عنده الكتابة الكبيرة. نعم. الله يبارك، كاين مصاحف الآن أنواع وأشكال. ألوان وأشكال، يعني نعم. إذا ما لقيتيش اتصلي بنا إن شاء الله نفيدك بمصحف كبير جدا. نعم. تقرأيها على بعد 10 مترات كامل، يعني كل حروفها كبير. الحمد لله المطابع يعني طبعت هذا النوع من المصاحف تيسيرا اللي عنده ضعف البصر. هذه رقم واحد. رقم اثنين أنه تتبعيها بقدر الإمكان، تجتهدي. دورك أنك تجتهدي، اجتهدي، تتبعيها كذا بالأسبوع نتاعك، باليد باليمنى ولا باليسرى، لا كيف يعني ليس في ذلك حرج. وهذا هو الذي يشق عليها أنها تكمل القراءة طيلة يوم كامل. الله يبارك. نعم. ما دام هكذا أنت إن شاء الله جيبي مصحف كبير إن شاء الله كما قلنا لك. إذا كان ما لقيتيش مستعدين نعطيه لك إن شاء الله، فقط تواصلي معنا إن شاء الله نعطيه لك وتقرأيه، وبإذن الله تعالى على مدار ساعة أقصى حد أو أقل من ذلك إن شاء الله تكملي سورة الكهف. وإذا اختطتك عليك الأمور تقرأي سطر وتروحي سطر آخر دون قصد فليس عليك إثم والحرج مرفوع. اجتهدي والسلام وأجرك ثابت إن شاء الله. إن شاء الله. مسألة تقسيم ميراث للذي له زوجة وليس له أولاد معها أو من غيرها، ترك أخ وأختين. نعم. أخ ميت وأختين أيضا توفاهم الله تعالى ولهما أولاد، يعني الأخ الميت له أولاد والأختين كذلك لهما أولاد. والأحياء كان الأخ الشقيق وكان الأحياء فيه أخ فقط وأختين. نعم. نعم. الأخت مهاجر بالنسبة للزوجة في هذه الحالة ما دام ما كانش فرع وارث مطلقا عندها الربع. نعم. يعني إذا خلى مثلا منها أو من غيرها يعني. نعم منها أو من غيرها.
إذا كان ما عندوش أولاد هو، يعني العبرة بالمورث، هذاك اللي مات الذي ترك اللي خلى تركة، إذا كان ما عندوش هو الأولاد ذكور ولا إناث، يقول ولد معنى ذكر أو أنثى، من هذه الزوجة ولا من غيرها، إلا ما عندوش أولاد، هذه الزوجة اللي خلاها عندها الربع 1/4 لعدم وجود الفرع الوارثي مطلقا. يعني إذا كان خلى مثلا 40 مليون هي تدي 10 ملايين، إذا خلى 4 هكتارات نتاع الأرض هي تدي هكتار واحد، هذا هو الربع. والباقي هذاك اللي بقى 3/4 اللي بقاو يتوزعوا على الأخ الشقيق، على أخوه اللي حي، والأختين الشقيقتين. يعني كيفاش توزعوا؟ هو عنده 2 أسهم وهما عندهم 2، يعني هذاك الشيء اللي يبقى في التركة يتوزع على الأخ الشقيق الحي اللي عايش وعلى الأختين الشقيقتين طبقا للقاعدة الشرعية والقاعدة اللي موجودة في القرآن الكريم، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني نقدر نقولوا الشيء اللي بقى يتوزع على 2، النص يديه الأخ الشقيق والنص يديه 2 الأختان الشقيقتان، خاطر مادام هما يعادلوا الأخ الشقيق. طبقا لهذه القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعود، الأخت الزوجة عندها الربع، والأخ الشقيق مع الأختين الشقيقتين الشيء اللي يبقى يورث بينهم تعصيبا طبقا لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخ اللي مات خلى أولاد، والأختان هذوك اللي ماتوا عندهم أولاد، هذول محجوبين حجب حرمان. شكون اللي حجبهم؟ الأخ الشقيق. الأخ الشقيق هو اللي حجبهم، يعني ما يديوش قدامه طبقا لقاعدة الدرجة. وأولى يعني رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر طبقا لحديث النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. الآن المرأة التي تركت 2، 3 من الأخوات و4 إخوة من الرجال. نعم. أيضا هذه المسألة الثانية في الميراث الأخت أم هاجر اللي خلى غير 2، معنا ما سمعناش ذكر الزوجة هنا، ما كانش الزوجة. هكذا خلى 2 بنات هذون عندهم 2/3. المرأة تركت 2. المرأة نعم. إذا ما تركت زوجا ما ذكرت ذلك. نعم. مادام المرأة هذه اللي ماتت إلا ما خلاتش زوج، هذا هو قصدي، يعني راح مخيف مباشرة الرجال هما اللي يموتوا بزاف. لا، هذه هي الآن اللي هي تركت. المسألة الثانية نعم، ظهر أن زوجها مات قبلها. يكون مات قبلها. نعم. المرأة هذه اللي ماتت وخلات 2 بنات عندهم 2 يعني 2/3. إذا خلات مثلا 300 مليون، 2 بنات هذون يديو 200 مليون، 2 هذوما 2. 200 مليون في 2/3 نلقاو 300 مليون مضروبة في 2 مقسومة على 3 نلقاو 200 مليون. إذن 2 لي 2 هذو هما، والباقي بقى 100 مليون، هذو يتوزعوا على الأخوات الشقيقات في 3 زائد الإخوة الأشقاء في 4 على 7 هذون طبقا للقاعدة اللي ذكرناها للذكر مثل حظ الأنثيين. كي نقول هذه القاعدة معناه الذكر يكون عنده سهمان، إذن شحال هنا يبقى 4 في 2 8 وزائد 3، معناه الباقي توزع على 11 باش نلقاو نصيب السهم الواحد، وبعدين لكل أخ هذاك النصيب مضروب في 2، ولكل أخت النصيب مضروب في 1. هذا هي الفريضة، أو تقسيم نصيب الأخ على 2 هو نصيب الأخت ونصيب الأخت. نعم. شكرا دكتور. أم محمد من شلف لها وساوس كثيرة تأتيها، وهذه الوساوس هي أفكار في المعاصي والعياذ بالله، تأتيها في الصيام في الصلاة ولم تستطيع التخلص منها. عندك علاجان يا الأخت أم محمد، علاجان، يعني في هذه الوصفة فيها 2 أدوية. الدواء الأول صرف النظر عن هذه الوساوس بقدر الإمكان، بمعنى راكي تجيك الأفكار كما قلت انت على المعاصي في الصلاة وفي الصيام، وتجيك على ربي سبحانه كما ورد في الحديث حتى يقول من خلق، حتى يقول من خلق الله. المهم أنت لا تترجمي عمليا تلك الأفكار. بمعنى الأفكار اللي تجول في خاطرك ما تطبقيهاش،
ماشي الوسواس يجيك وانت تنطقي بها تتلفظي بها، ما تتلفظيش بها مادام راهي على مستوى الفكر في المخ نتاعك، خليه يخدم مخك كما حب. انت اجتهدي باش تصرفي النظر عن هذيك الوساوس بلا تنفيذ لها، ما تديريها، ما تقوليها. هذه رقم واحد باش نشفاو عليها مليح. ولكن هذا هي من نوع الوسواس القهري يعني. نعم. يعني وصلت بها أنها هذه الوساوس تقهرها وتأتيها غلبة. نعم، ولكن الأخ محمد صالح لابد من خطوات. درك اللي وصل هذه الدرجة ما نقولش معناه في يوم واحد تروح لها. هذه محمد لازم يكون عندك الصبر الجميل والنفس الطويل. كاين الناس اللي عندهم هذه الحالة تخلصوا منها، تهنوا منها، ولكن بعد وقت، بعد مجاهدة. لذلك لازم هذه الأمور نديروها. وفي نقطة مهمة أخرى أيضا ديريها في بالك، أنه مسألة فقهية. ربي سبحانه قال لا تبطلوا أعمالكم، بمعنى كي تبدأي الخدمة ما تبطليهاش. إذا كان توضيتي خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ما تعودش الوضوء حتى تسمع صوتا أو تشم أو تجد ريحا. نعم. لذلك علاش قالنا هكذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ باش نبنيو مواقفنا على اليقين. لذلك في قاعدة فقهية يقول لك اليقين لا يزول بالشك ولكن يزول بيقين مثله. بمعنى رحتي توضيتي لا بأس، يجيك الوسواس يقول لك واقيلة خرج حاجة من كرشك. نعم. واقيلة هذه واقيلة هذه تديك للهاوية لو كان تسمعي لها. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الحل الشرعي تفسد عليها دينها يعني، باش بعد يفسد عليه. ذكر لي واحد يعني ذكرته واعد ذكره اليوم، قال لي والله كي نسمع الأذان نبدا نتقلق. على قالك جاء وقت العذاب، هكذا يقول. على خاطر جاء اسمع الأذان معنا راه يتوضا، قال لك نريح واحد 50 دقيقة في الوضوء، وبعدين كنروح نصلي نشك في صلاتي، صليت 3 ولا 4 ولا 5، يتلف. قال لك بعدين كرهت. شفت كيف العذاب. لذلك الوسواس الخناس هذا ما يخليش المؤمن ترونكيل، يعني ما يخليش لا باس. لذلك العلماء يقولوا هذا في الحقيقة علامة الصحة. لو كان ما عندكش الإيمان يا أم محمد ما يجيش هذا الوسواس باش يفسد عليك الإيمان نتاعك. لازم تفرحي باللي عندك إيمان، كما ذكرتها في لقاء من اللقاءات في هذا المكان، كما السارق. هذا ذكرها ابن القيم الله يرحمه، قال لك السارق يستهدف البيوت العامرة ماشي البيوت الخاربة باش يسرق منها. كذلك الشيطان بوسوساته يقصد القلوب العامرة بالإيمان باش يفسد عليهم الدين نتاعهم والإيمان نتاعهم. انت كذلك إذن ابني أمورك على اليقين. وكذلك في الصيام، ذكرت موضوع الصيام أكيد أخوي محمد صالح كما تصوم يقولها وقيلا شربها هبطت وقيلا طلعت وقيلا فسد صيامك، وتعود. العام ما قبل اللي فات واحد قال لي عودت 20 يوما شك فيهم كامل. 10 أيام سلكوا يعني بالنسبة له صحيح، 20 يوم يعني ثلثي رمضان دخلوا هذا الوسواس، يقولوا وقيلة عودهم. وكي عودهم كان يشك فيهم أيضا، معنى دخل في واحد العذاب، واحد النفق مظلم. يا أختي محمد أنت صمتي كما يصوم الناس، بني مواقفك على اليقين سواء في الصلاة أو في الصيام، والشرع الإسلامي يحكم بذلك. إذن فهناك حلان ذكرتهما، إن شاء الله ربي يحفظك ويصرف عنك هذه الوساوس. نعم. صلاة في الغرف التي بها تصاوير والزوج يمتنع عن نزعها. أولا ثبت في شرع الله عز وجل لا يصح التشويش على المصلي. نعم. يعني كل ما يشوش على المصلي يزال، إزالة ما يشوش على المصلي. إذا كان ذيك الصور تشوش عليك، أولا طبعا من الشرعي أن تنظروا، ومن أسباب الخشوع أنك تشوفي قدام يعني في موضع السجود، ما تشوفيش هكذا الحيوط. وعلى يقين بلي ما عندكمش صور في الأرض، عندكم صور في الحيوط. أنت كي تقول الله أكبر باش يكون عندك الخشوع، من أسباب الخشوع أنك تنظري إلى موضع السجود. فبالتالي أولا ربحتي أمرين. الأمر الأول طبقتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2 والإنسان لا يلتفت وهو في الصلاة. رقم 2 أنك ما تشوفيش، لا يقع البصر نتاعك على الصور التي تصرفك عن الخشوع أو تشوش عليك في صلاتك. وننصح الزوج نتاعك باش يزيل هذه الصور، لأنه بعض الناس عندهم ديار كي شغل معرض اكسبوزيسيون. نعم. وين تشوف كاين صور
صور نتاع الغزال، نتاع اينما وليت وجهك، نعم، نتاع الحيوانات الى اخره. نعم. وهذه ماشي مليحه في الحقيقه، خاصه اللي عندها هذا الملهيات، يعني الملهيات، واللي خاصه اللي عندها هذه الحاله نتاع الوسواس. نسال الله لك التوفيق. امين يا رب العالمين. ام رميسه من تيزي وزو. نعم رميسه، ام رميسه. نعم وعليكم السلام ورحمه الله. انا بغيت نهضر بالقبيله، معليش باختصار لا تطيلي يا ام رميسه. نعم تفضلي، على السلامه ومرحبا. الله يسلمك. مساء الخير الشيخ. مساء الخير. راك تسقسي غا مغاتني كما شاطه مغات كما سيلكيرات ذات كانت حدايين اماري وكذا ميت مطوط ميسا ينشطح المشكله ميت كان الله يبارك الحمد لله نحنون كلي وما تاع المشكله ما تيلي تقشيش باريكسوف مقرط شي طوح السنين باللي ما تشد العمر وبدمس انك موتن هل يجوز ولا لا يجوز؟ يعني ماشي العمر سنتيدس العمر تقشيشه تيلي باريكسوف 39 سنه تقشيشه ذي 28 سنه سيني ما تشد العمر باسكو سيت كريت كان كي تحداني الزواج كلي ومن بعد الشيخ نتيني تما ساغ كتوسوسه ناس اسك اني تخدمي ما يلها ديري باسكو تورا تحوجد اتو مازال سكنت حدايا تورا مي مقرت تسند الغوري الغاشي الغور سكن هكاكي من كيقرض العمر ديرها الناس وكذا عرضوز وحشه لقد غني لان ما ديما زيكني متسناره سترا كيتي حداني باش زوجت الكل انا اني لا تخدمي ما ولا قاله هتصرفي ثريها وتما تسمع الجواب. شكرا ام رميسه، بارك الله فيك. سليمه من فرنسا. نعم سليمه تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اللي خليك انا حابه نسقسي الشيخ. تفضلي يا سليمه. نعم اني نسمعك مليح. نسمعك جيدا، تفضلي بالسؤال. نعم انا انسانه متزوجه هذه 3 سنوات. أريد أن أسأل فيما يخص النفقة، الزوج على زوجته. نعم. 3 سنوات زوجي لم ينفق علي شيئا، لا مأكل ولا مشرب ولا لباسا ولا أي شيء. عندما أتكلم معه في هذا الأمر يقول لي دبري راسك، هنا فرنسا مش كما البلاد. نعم. هل هذا شيء يعني وأنا في هذه الحالة أريد أن أطلب الطلاق منه. 3 سنوات وأنا صابرة والآن لم أجد ما أقول، لم أجد ماذا أفعل، كل شيء أقوم به أنا والآن لا أريد أن أستمر مع هذا الرجل. هل يجوز لي هذا أو لا؟ عندك أولاد يا أختي سليمة؟ نعم. نعم واضح إن شاء الله. واضح. اوكي شكرا مع السلامة. شكرا لك. باغي النيميرو تاع الشيخ، عندي اسئله محرجه. نعم تبقى على الخط الداخلي ان شاء الله، ياخذوا منك الرقم ثم يتصل عليك الشيخ. اوكي شكرا. زهرة تفضلي من بشار. نعم فاطمة الزهراء من بشار. نعم فاطمة الزهراء تفضلي. فاطمة الزهراء اذا تسمعينا تفضلي بالسؤال بسرعة لو سمحتي. الو. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا الخالصة لكم كامل والمشايخ كامل. الله يحفظك ويسترك ان شاء الله. الله يخليك. الو. تفضلي يا فاطمة بسرعة لو سمحتي. شوف عندي واحد الأسئلة فيما يخص صلاة الجمعة. تفضلي. الو. يا فاطمة تفضلي بسرعة، بقات لنا إلا بعض الدقائق. صلاة الجمعة هل للمرأة الأجر كما يناله الرجل؟ نعم. الو. واصلي يا فاطمة واصلي. مانيش نسمع فيكم أستاذ. نعم ربما هناك خلل في الصوت يعني. نعم لا بأس إن شاء الله نكتفي بسؤالها الأول وتتواصل معنا في اللقاءات المقبلة والقادمة إن شاء الله. فاطمة من بشار ومسألة طلاقها يعني في هذه الطلقات 3 هي التي طلبت وأصرت. نعم. أخت فاطمة يعني باختصار ما بقي الوقت إلى القليل. نعم. أولا نقول للمرأة مهما كانت الأسباب ما يلزمش تطلب الطلاق، يعني فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم باش النساء ما يحرجوش أزواجهم ويحرصوهم باش يطلقوهم. وكي تقولي له يا الأخت فاطمة إلا عندك النيف طلقني، وحنا تعرفي الطبيعة نتاع الجزائريين تمسيه في هذه خلاص يولي. وكان تقول لي لا كنت راجل طلقني، علاش تمسي هذا استفزاز كبير. ننصح النساء باش ما يقولوش هذا الكلام لأزواجهم. طيب أما إذا كان هو ظلمك وحقرك وكذا إلى آخره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، يعني ما تضروا الناس
ما تقابلوا المضرب بالمضرب. الآن باختصار بالنسبة لها الطلاق، إذا الطلقة الأولى وقعت، ما ورجعك في سألك الأخ محمد صالح قلت تمت الرجعة حوالي شهر، فبالتالي الطلقة الأولى رجعية وقعت. الطلقة الثانية أنت قلتي أنه كان في حالة سكر ولكن لم يفقد وعيه، سكر خفيف، إذن فهو طلاق واقع أيضا. نعم. لو كان وصل إلى درجة فقدان الوعي، نعم نفتي بعدم وقوع هذه الطلقة رغم وجود رأي فقهي آخر يوقع هذه الطلقة، ولكن في مثل هذه الحالة يعني باش نقذ الأسرة من الدمار ومن الطلاق نفتي بهذا الرأي. نعم. إذن فهو واقع، طلقة واقعة. نعم. فتأتي الطلقة الثالثة وربي قال طلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، إذن يولي طلاق بائن بينة كبرى. ولكن أقول هذا الكلام متحفظا، ذكرت الحكم الفقهي، ولكن هذه المسائل اللي فيها تفاصيل، خاصة هو قال أنا ما عنديش نية الطلاق وكذا، الذي نراه أنه انتيا وهو تقابلوا إمام يفتيكم مباشرة. نعم. ذلك أولى، يسقسيك انتيا ويسقسي هو إلى آخره باش تخرجوا روحوا المجلس العلمي، هناك موجود إن شاء الله من يفتيكم في هذا الموضوع. فاطمة متزوج وعدت أن تتواصل معها شيخ؟ نعم سأتواصل معها لأن فيها تفاصيل أيضا متعلق بالميراث إلى آخره. شوف عندنا فاطمة وباختصار كان كهذا من أولتما إن شاء الله التليفون مسجل أذا مدستيولا باش نزرك التفاصيل أم دفتغ الفتوى مفصلة مدسفة مثل مثال أكني وثا إن شاء الله. أم رميصة متزوج؟ أم رميصة أين تخدم يمام غس ربي إن شاء الله هذا شيء يشفع عن ذيك سنة 9 نية الهان. نعم. يعني النية نستلها. النبي عليه الصلاة والسلام يدينا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. غسل وان ذا تسخسر بلا شك، ولكن النية نيسن شات تشفع ذيك. ذا قاعدين يغفر مدام تحجد وها ربي يستني ربي سمحي فين يعدان، ولكن سيادة سون ولا شام ثيثت ولا شام الحق. أتسعيون ثلاث نعم ما تخدم وكان دينا كني نعم، ولكن سوفريد تشرعيث أكني في غرب بإذن فيه. وذيك من يعطيكم الصحة أولا أين تخدم في مين ذيني جرزن سواطاس ولا شام ثيثت ولا شام الحق. تخواج التفاصيل دغثا الوقت دغثا يغلب الله غالب. شيخ قبل أن ننسى رسالة الأخ عبد القادر والأسئلة التي تواصل بها معنا الأسبوع الماضي. نعم. نعم. بلا ما نروح لسالمة لا يعني حتى نكمل حتى لا نعم. ننسى الأخ عبد القادر ربما يترقب ونسينا. نعم. الآن يعني في الحقيقة استلبت يعني هذه رسالتك وراهي معايا الآن نعم. كاملة، ومدام الله يبارك فيه 10 أسئلة. نعم. إن شاء الله نوعدوك بالإجابة الأحد القادم إن شاء الله وقدر عن جميع هذه الأسئلة. نعم. والتي سألها الأسبوع الماضي. نعم. سليمة من فرنسا. سليمة من فرنسا لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. متزوجة منذ 3 سنوات، زوجها ما ينفقش. نذكر فقط بقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النفقة واجبة، الزوج لازم ينفق عليك. نعم. بنصوص القرآن وبنصوص السنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نجيب لك حديث يضيق الوقت واحد على الأقل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم. وفي رواية أن يضيع من يعول، يعني عنده ذنب كبير يضيعك أنت يا أولادك. وعلته فاسدة يعني. وعلته فاسدة. نعم. أنا أنصحك ما تطلبيش طلاق درك يا سليم، ربي حفظك ربي حفظك. حاولي ديري الصلح، حاولي اتصلي بعائلته بأقاربه بالناس بالمؤمنين إن شاء الله يذكروه. أما كي يقول لك في البلاد نعم في فرنسا نعم. ما ينفقش، ينفق في أي مكان فالواجب لا يسقط. بنعم أو لا، هل للمرأة الأجر كامل كالرجل يوم الجمعة؟ لها الأجر كاملا. شكرا دكتور، بارك الله فيك. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. نتواصل غدا إن شاء الله وفي رعاية المولى وحفظه نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.